الفنانة نادية لطفي هي بطلة حلقتنا النهاردة. هي من مواليد 1937 بحي عابدين في القاهرة، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق، وحصلت على دبلوم المدارس الألمانية بمصر سنة 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وقدمها للسينما، وهو من اختار لها اسم الفني نادية لطفي، وشاركت في عدد كبير جدا من الأفلام الفنية الناجحة، ومنها فيلم الناصر صلاح الدين والإخوة الأعداء، وكمان أبي فوق الشجرة والنضارة السوداء وبين القصرين وسنوات الحب، والكثير من الأعمال الفنية الرائعة للفنانة نادية لطفي. أما عن تدهور حالتها الصحية ووفاتها، فكانت الحالة الصحية للفنانة في الفترة الأخيرة شهدت تدهور ملحوظ في الأيام الأخيرة بعد دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة بسبب نزلة شعبية حادة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي ودخلت في غيبوبة بشكل كامل، وقرر الأطباء منع الزيارة عنها، وتم حجزها في غرفة العناية المركزة لحد ما تستقر حالتها الصحية. وأكدت مديرة أعمالها إنها خلال الأيام دي فاقت لمدة ساعة واحدة من حالتها المرضية اللي تعرضت لها، وكانت كلمتها الأخيرة إن جمهورها يدعي لها ويفتكرها دايما من خلال أعمالها. وكان آخر ظهور للفنانة نادية لطفي في فيديو قبل وفاتها بأيام بسيطة نعت فيه الفنانة صديقتها الراحلة ماجدة، وده كان آخر ظهور ليها. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونرجو دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة.